إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تخيلوا معي ساحة معركة، بس لحظة، ما في أي صوت، هدوء تام، ما في ولا صوت من الأصوات اللي تعودنا عليها بالحرب. ما في دخان بالسماء ولا حتى خطوط الصواريخ، كل شيء هادي، هدوء غريب ومخيف. بس على الأرض كان في شيء مستحيل يصير. أقوى أنظمة الدفاع بتنهار فجأة، الحديد بيتحول لخردة، والجنود بيوقعوا على الأرض من غير ما تنطلق رصاصة واحدة. اللي بنتكلم عنه اليوم مش فيلم خيال علمي، لا، هيدي قصة اللي صار بليلة 3 يناير 2026، الليلة اللي ظهر فيها سلاح جديد، سلاح غير مفهوم الحرب للأبد. طيب وين صار كل هذا؟ في كاراكاس، عاصمة فنزويلا. المدينة كانت في حالة استنفار أمني كامل ومحمية بشبكة دفاع جوي كانوا يقولوا عنها إنها مستحيل تنكسر. يعني شوفوا، كان عندهم خليط مرعب من التكنولوجيا الروسية والصينية، أنظمة مصممة عشان تكشف وتدمر أي شيء يقرب منها، حتى أحدث طيارات الشبح. باختصار، كاراكاس كانت عبارة عن قلعة حصينة. وفجأة بلحظة واحدة بس كل شيء وقف، مش نظام واحد تعطل، لا، كل الأنظمة وقفت مع بعض بنفس الثانية، كأن في حد ببساطة فصل فيشة الكهرباء عن شبكة الدفاع كلها. طبعاً هذا ما كان عطل فني أبداً. اللي صار كان الظهور الأول لسلاح أمريكي سري، عملية وصفوها بأنها إعدام إلكتروني. وهنا نتعرف على السلاح المربك. بس إيش هو هذا السلاح بالضبط؟ هو مش مجرد جهاز تشويش عادي، لا، هذا الشيء تاني تماماً. هو نقلة نوعية في عالم الحروب، سلاح عنده هجوم مزدوج، يشل الآلات ويشل البشر بنفس اللحظة ومن غير ما يلمسهم. على الأرض المشهد كان خيالي، الجنود كانوا يكبسون الأزرار، يصيحون بالأوامر، بس ما في أي استجابة، أسلحتهم صارت ميتة. تخيلوا، منظومة دفاع كلفت مليارات الدولارات تحولت لقطعة حديد صامتة بلمح البصر. اللي صار كان تحول جذري بمعنى الكلمة، يعني خلص انتقلنا من حروب الدمار والقصف والأصوات العالية لعصر جديد، عصر الحروب الصامتة اللي ما بنشوفها. الهدف هون مش التدمير، الهدف هو الشلل التام للخصم. بس الجزء المرعب بجد ما كان في تعطيل الآلات، الرعب الحقيقي كان في اللي صار للجنود نفسهم. طيب كيف ممكن سلاح زي هذا يهاجم جسم الإنسان؟ شوفوا الأعراض هادي مش من فيلم رعب، هادي شهادات حقيقية من الجنود اللي نجوا. تخيلوا الإحساس، موجة ضغط صامتة بتضربك، بتحس كأن راسك بيغلي من جوا، وفجأة نزيف وشلل كامل. هجوم ما بتشوفوا ولا بتسمعوا، بس نتائجه كانت مدمرة وفورية. التفسير العلمي للي صار اسمه تأثير فراي، وهذه ظاهرة علمية حقيقية ومعروفة. بس اللي صار هون هو إنهم أخذوا هذه الظاهرة وحولوها لسلاح مرعب، يعني ضخموا الموجات لدرجة إنه الدماغ ما عاد بس يسمع صوت، لا، صار يغلي حرفياً من الداخل. وهنا الشيء بيصير واقعي أكتر. الأعراض اللي وصفوها في كاراكاس هي نفسها بالضبط الأعراض الغامضة اللي اشتكى منها دبلوماسيين أمريكيين في كوبا وأماكن تانية، واللي صارت معروفة باسم متلازمة هافانا. التشابه هذا مش صدفة أكيد، وبيفتح باب لأسئلة كتير مقلقة. طيب كيف بيتم الهجوم بالتفصيل؟ العملية بسيطة ومرعبة. أول شيء شعاع غير مرئي بيتوجه للهدف. تاني شيء الأنسجة اللي فيها ماء كثير زي الدماغ بتسخن بسرعة. ثالث شيء الأوعية الدموية بتنفجر من الضغط، والنتيجة النهائية شلل عصبي فوري، وكل هذا بيصير بأقل من ثانية. سلاح زي هذا تحسه طالع من فيلم بالمستقبل، بس هو ما ظهر فجأة، لا، هو نتيجة شغل وأبحاث سرية استمرت لعقود. الفكرة تطورت على مراحل، بدأت بمشاريع كانت معروفة نوعاً ما، زي مشروع تشامب ونظام ثور. هذه كانت زي التجارب الأولية عشان يثبتوا إن الفكرة ممكنة. بس القفزة الحقيقية كانت مع مشروع هايجينكس اللي طلع بالنسخة النهائية المتكاملة المربك. طيب إيش اللي بيميز النسخة النهائية هذه؟ أولاً، صار ممكن حمله بالجو وإطلاقه من طيارة.
ثانياً دقته صارت جراحية. ثالثاً صامت تماماً. والأهم من كل هذا صار سلاح فتاك ضد الآلات والبشر بنفس الوقت. هذا التطور مش بس بيغير شكل المعارك، لا، هو بيغير خريطة القوة والاستراتيجيات بالعالم كله. وعشان كده القوى الكبرى بالعالم انصدمت. بالنسبة للمخططين العسكريين هذا كابوس حقيقي. ليش؟ لأنه ببساطة بتجاوز فكرة الردع النووي. يعني كيف ممكن دولة ترد بسلاح نووي على هجوم صامت ما سبب أي دمار مادي؟ وفوق هذا السلاح هذا بيقدر يخترق أمن على الحصون ويشل جيش كامل قبل ما يعرفوا إنهم تحت هجوم أصلاً. يعني كل كتب الاستراتيجيات العسكرية القديمة صارت بلا قيمة. وهذا هو ملخص القصة كلها. القوة ما عادت بحجم الانفجار، القوة صارت باللي بيسيطر على الطيف الكهرومغناطيسي اللي ما بنشوفه. احنا دخلنا عصر جديد تماماً من الصراع. الفكرة بحد ذاتها مرعبة، إنك تنهار قبل ما تعرف حتى إنه في هجوم. هذا بالضبط اللي بيخلي السلاح هذا يقلب كل الموازين. يعني اللي صار بكاراكاس بهديك الليلة ما كان مجرد عملية عسكرية وخلاص، لا، كان إعلان للعالم كله إن عصر جديد من الحروب بدأ، عصر سلاحه الأقوى هو الصمت. والسؤال اللي بيطرح نفسه الآن مش إذا كان السلاح هذا موجود أو لا، إحنا عرفنا إنه موجود. السؤال هو مين التالي؟ ومتى رح يتم استخدامه مرة تانية؟ وهل العالم جاهز لحروب بتنتهي قبل ما تبدأ؟ شكراً لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.